السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صباح السعادة وصباح الحلويات. كل مرة اجيب فيها حواوشي عجين من بره اسأل يا ترى العجينة دي نوعها ايه، يا ترى العجينة دي محطوط فيها ايه، قد ايه خفيفة ورقيقة ومقرمشة كمان من بره، وطعمها بتكون خطير. والنهاردة بقى هنعمل حواوشي العجين الاسكندراني من الاول للاخر، وجبت لكم سر العجينة. بجد مش هتلاقوا السر ده في اي قناة تانية خالص، هتلاقوها بس عندي. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولايك واشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفيني، علشان دايما تشوفي عمايل ايدي. النهاردة بقى فيديو حلو جدا. ودايما بجد اما بجيب الحواوشي من شربين من المنصورة نكون خارجين، اقول لي العجينة دي سرها ايه، بتكون حلوة جدا ولها طعم حلو قوي. تعالوا نشوف العجينة النهاردة، العجينة الاصلية بتاعت الحواوشي الاسكندراني بدون خميرة. مش هنحط خميرة خالص عشان مش عايزين ناكل عجين وتاخ، عايزين ناكل حاجة حلوة. تمام. صلوا على النبي كده وتعالوا نشوف هنعمل ايه. نص كيلو من الدقيق، لا 3/4 كيلو من الدقيق، يعني ده كيلو الا ربع من الدقيق. انا كترت الكمية شوية عن النص، يعني هو ده تقريبا 3/4 كيلو. حطينا نص معلقة صغيرة من الملح، وحطينا نص معلقة كبيرة من السكر. تقدروا تستغنى عن السكر، بس هي اصلا الكمية ديت مش هتبان خالص، هيبان برضو ان العجين مالح، مفيش اي مشكلة. حطينا ضمت في قلب العجان وهنعجن بمية اكنك بتعجني فطير مشلتت بالظبط. نفس العجينه بتفرق حاجتين، الحاجه التانية هقولك عليها دلوقتي اللي بتفرق. هنعجن العجينه لغايه ما العجينه بتاعتنا بتلم حوالي، خدت كده كوبايه ونص من الميه، كوبايتين الا ربع من الميه تقريبا كده. بعد ما بتخلصي خالص انا حطيت نطره من الفانيليا. دايما الراجل اللي بجيب منه الحواوشي تبقى العجينه بتاعته فيها ريحه حلوه، بقول الله اكن العجينه دي محطوط فيها فانيليا. فقلت انا هجرب ان انا احط سنه من الفانيليا، برضو السنه دي هتدي تيست حلو، بس برضو مش هتكون شاذه ابدا مع حاجه مالحه، تبقى طعمها روعه. وحطيت معلقتين من الزيت بعد ما العجينه لمت خالص، وبدأنا نعجن لان احنا عايزين عجينه ناعمه جدا وفيها عرق كويس قوي قوي قوي. احنا من الاخر عايزين نربي لها عرق. الحقيقه بعد ما طلعت العجينه من قلب العجان لقيتها كده لا هي بتلزق بتلزق بطريقه صعبه قوي، فرشيت رشه دقيق كده وهبدا اعجن عن الرخامه رايح جاي جاي رايح لغايه ما تظبط معايا. العجينه بتكون بتلزق بس بتلزق خفيف، مش اللي هي قوي قوي يعني، لا. وانتي بقى تفضلي تعجني فيها على الاقل ربع ساعه، علشان الماده اللي في قلب الدقيق تشتغل وتكون عامله زي اللبانه، اكننا بنعمل مشلتت، من اللي هو المشلتت بقى الفلاحي الاصلي بقى، من اللي هو لازم بقى ايه تخليها زي الاستك كده، تشدي وتخلي تخلي العجينه تشد كده زي اللبانه وزي الاستك. بعد كده مش هنريحها خالص، هنريحها بس بعد ما نكورها، يعني مش هنضطر ان احنا دلوقتي نريح نسيبها ترتاح، هي العجينه ما فيش فيها خميره خالص ونرجع نقسمها ونرجع نسيبها ترتاح، لا احنا هنقطعها مره واحده كور كده ونرجع نريح. عايزه الكوره بتاعتي تكون كوره حلوه كده قد البرتقانيه والبرتقانيه الكبيره، علشان نعمل الرغيف بتاعنا حلو كده زي اللي بنجيبه من بره. الحقيقه الرغيف ده مثلا تجيبيه من بره ب20، اللي بتعرفيش لحمه ايه تلاقيه ب15 ب20 جنيه تقريبا يعني. فالنهارده عملنا كميه حلوه جدا من ال3/4 كيلو من الدقيق، تقريبا ال3/4 كيلو من الدقيق عملوا لي 8 وحدات، 8 وحدات، وحجم البتاع كبير. شوفوا بقول لكم هي بتبقى عامله زي اللبانه كده، تشدي فيها وكمان اما هترتاح هيبانها اكتر، يعني اما العيش ده يرتاح هتبان الشده بتاعتها اكتر. شوفوا هنقطع بقى، قطعتهم كده ل8 بالقطاعه كده، وبحاول ان هما ال8 يكونوا قد بعض، علشان بعد كده برضو هعمل كرة اللحم وتكون كلها قد بعضها. ممكن ده كل كوره كنت بكورها كنت بغلفها كمان بالزيت، غلفهم كويس بالزيت عشان ما ياكلوش من بعض، يعني ايه كل واحده ما تاكلش من اللي جنبها والكلام ده كله، خلي بالك من الحاجات البسيطه دي. وكمان حط على وشهم كيس عشان ما ايه وشهم ما يقشفش او ينشف يعني. تمام. فانا بقى هغطيهم بكيس تلاجة كده، فتحته وظبطتهم كده بالزيت وغلفتهم بالزيت حتى بعد ما خلصت كويس كده، وهفتح كيس تلاجة واحطهم عليه واسيبهم على جنب، على الاقل حاجه تسيبي دمت بقى يرتاحوا. طبعا ما فيش خميره ولا اي حاجه في العجينه، بس هنسيب العيش ده يرتاح، هنسيبهم يرتاحوا حوالي نص ساعه، على ما تكون احنا جهزنا اللحمه بتاعتك، وشويه كمان تقعديهم كده في الصاله كده بقى، تقعدي تمسكي التليفون عم نشوف هنعمل ايه. معايا توابل حواوشي، معايا كمون وكزبره وملح، ومعايا بابريكا.
اي توابل، فلفل اسمر، اي توابل بتحبيها حطيها. ومعايا 6 بصلات كبار كده، حوالي نص كيلو من البصل قد نص كيلو من اللحمه. كميه البصل قد كميه اللحمه بتديكي طعم حلو قوي. لو انت عندك مبشره حطي كل ده في المبشره وابشري ربنا معاكي. اما انا ما عنديش مبشره، طلع عيني اللي جابوني ما عملت دمت في قلب البتاع. بالذات البصل الايام دي صعب جدا وحر قوي، فدمعت وعيطت وبربرت ما اقولكوش، الله المستعان. المهم عملت الفلفل بعد كده برضو في الكبه بتاع الخلاط، لاني كنت زهقت وطهقت بجد والله. حطيت التوابل بقى وهبدا كده، اللي عشان انا عملت الفلفل في كبه الخلاط اداني ميه كتير. انت طبعا لو عندك كبه وعملتيهم في قلب الكبه مش هيديك الميه دي، بس المهم تكون كميه اللحمه يعني ايه، تكون انت تحطيه بميته عادي مفيش اي مشكله، حتى لو عملتيه بالبتاع زي كده، علشان احنا عايزين ذات نفسها اللحمه مش ناشفه، عايزينها كده جوسي كده يعني، عشان بعد كده اما نبطط العجين او نعمل العجين في قلب العيش تبقى سهله كمان ان اللحمه تروح وتيجي وتتوزع كويس في قلب العيش. فانت سيبيها كده بميتها، والبصل بميتها وكل حاجه بميتها، وحطيه في قلبها بنفس الطريقه اللي انا عملت كده. هكور 8 كور من اللحمه كبار كده، زي 8 الكور من العيش اللي احنا كورناهم من شويه. انا شفت انا عامله 8 كور من العيش، كورت برده نص كيلو من اللحمه، ده كان نص كيلو من اللحمه بس ما شاء الله، رمالي كميه كبيره عشان حطيت عليه كميه بصل كبيره وكميه فلفل، كان طعمه خطير. شويه التوابل اللي احنا حطيناه كان طعمه حلو قوي قوي قوي، الخلطه بتاعتها دي. المهم كده بقى، بعد ما العجين ارتاح النص ساعه كده، بتجيبي العيش بتاعك كده، ما تفردهوش قوي، يا دوبك واحده اتنين بس، تشيلي ايدك تخين زي ما هو. تحطي كرة العجين الكبيره المقلبظه كده، لازم تكون كبيره ومقلبظه كده. ليه بقى؟ علشان تكون كميه اللحمه بعد ما نفرد بقى العيش تكون كميه حلوه تمام، وتكون متوزعه معاكي حلو. المهم كده قفلي كويس قوي وتك على القفله بتاعتها، وبعد كده غلفيها كويس من الزيت. نغلفيها كويس من الزيت، وبعد كده برضو حطيها في صينيه، بس بقى ايه، ما تحطهمش خالص جنب بعض، علشان ايه، هياكلوا من بعض وما ينفعش ياكلوا من بعض يعني، هيلزقوا في بعض وكده. ما ينفعش بقى يلزقوا في بعض وهم فيهم لحمه، عشان ايه، ما تتقطعش حته من العجينه او كده تمام. فخلي بالك برضو وانتي ما تخلصي تحطي اللحمه، ما تحطيش واحده جنب التانيه، لا سيبي ما بينهم فراغ كده. المهم هنعمل نفس البقج اللي احنا عملناه من شويه، وانت بتقفلي خلي بالك ان ايدك ما يكونش فيها زيت كتير، عشان تقفل القفله تكون حلوه وما يبقاش الزيت عازل. لكن بعد كده تحطي حواليها زيت كويس قوي اهو، تغلفيها كويس من الزيت بعد ما تقفلي حلو كده، وتكبسي عليها كبسه حلوه. وطبعا اوعي ترققي خالص، يعني انا ما يعني انا سايبه العجينه تخينه زي ما هي، انا بس بعملها كده وسايباها زي ما انتم شايفين كده تخينه زي ما هي علشان نقدر ان احنا نقفل وتقفل على كل حاجه. هعمل لكم دلوقتي كمان طريقه تانية، زي اللي احنا بنبقى نشوف الراجل شغال بره كده على الجريل، ويبقى شغال بين ايه، بيعمل كده كور صغيره وكور كبيره، ويحط اللحمه في النص ويقفل كده ويقعد يتني الحواف والكلام ده كله. هعمله، بس الحقيقه انا جربت رغيف واحد بس وما حبتش نتيجته نهائي، يعني النتيجه اللي احنا عملناها البقجه دي احسن من النتيجه التانية مليون في الميه والله يا بنات. توزيعه اللحمه احسن، انت تعرفي تتحكمي في الرغيف احسن، انك تعرفي تشيلي الرغيف احسن، اللحمه متوزعه جوه مش كويسه خالص. فانا هوريكم الطريقه التانية دلوقتي، بعد ده هوريكم الطريقه التانية تقدري تعملي بيها لو هي مريحاكي تمام، اشتغلي بيها مفيش اي مشكله اهو. المهم تقفلي كويس البوجه ديت، والمهم ان انت ايه، ما تحطهمش جنب بعض نهائي. وبعد كده برضه هتحطي على وشهم كيس، بس احنا المره دي مش هنقعد بقى نص ساعه نرتاح تاني، لا، علشان العجينه هتفرد معاكي حلو، هتقعدي بس 10 دقايق العجينه بتاعتك ترتاح. هعمل الكوره واحده، هي كوره كبيره وكوره صغيره، عشان اوريك الطريقه التانية اللي تقدري تقفلي بيها. لو هي مريحاكي اشتغلي بيها بتبقى تمام جدا. المهم هنا رقي العجينه جدا، لان الطريقه دي بقى بتشتغلي بيها كده وتشتغلي على الطاسه على طول، او تسوي في الفرن على طول تمام. بترقي العجين كده وبتخليه رقيق جدا، وبعد كده بتجيبي كرة اللحمه بتاعتك وبرده تفرديها كده، بس تسيبي حته من الحواف. الحقيقه السندوتش ده حوافيه كان فاضيه، واما السندوتش التاني ما كانش فيه اي حته فاضيه، لا حواف ولا نص ولا اي حاجه، واللحمه متوزعه بشكل اسهل. ترققي بقى اللي فوق جدا كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده تبداي تحطيها على اللي بعدها اهو، ونبدأ نتني الحواف زي ما انتم شايفين كده. طبعا التانية دي اكيد يعني هتبقى الحواف فاضي اكيد، او نبدأ نتني كده ونقفل كويس لو عايزه تتنيها بشكل حلو. لكن الحقيقه ما كانش عنده كل، وقلت انا ايه اللي عملته ده، يا ريتني ما عملت الواحد ده، بس حبيت اوريكم لان بره برضو بيعملوا كور كبيره وكور صغيره، وبداوا كده يفردوا واحد فوق واحد
بالطريقه دي. وعلى فكره ممكن ما تفرديش بالزيت، ممكن تفردي على فكره بدقيق، يعني تحطي دقيق تحته وتبداي تفردي وتقفلي، ده مش فيش اي مشكله. حابه تفردي تحته زيت وتقفلي تمام، تحته دقيق تمام. بس لو هتعملي طريقه البوجه حطي تحته زيت، ده افضل يعني. وبعدين ما بتبقاش تفردي العجين كتير يعني. هتشوفي الوقت هنكمل هنعمل ايه. هقفل كده كويس قوي من الطرطوفه، وهعمل لها شكل كده بالشوك عشان يبقى شكلها حلو. الحقيقه حسيت شكلها وحش، ومفتحها كده من النص. وده السندوتش ده كمان جاهز، هحطه كده في طبق. ويا ريت الطبق بتاعك يكون مدهون بالزيت عشان ما تلاقوش لازق في قلب الطبق، لان العجينه ديت بتلزق سيكه، فانت ما تخليهاش تلزق. علشان ما اي حاجه تدهنيها زيت هتحطها عليها، طبقه تحطي عليها، صينيه تحطي عليها، ابداي ادهني من الزيت. تمام. كل شويه اقول تمام. حطيت بقى الكميه كلها، وبعد ما ارتاحت 5 دقايق بس بدات افرد من جوه لبره علشان اللحمه كلها تكون متساويه. هوريكم الوقت تاني اهوت، لان الاولانيه كنتش مشغله الكاميرا، مفكره الكاميرا شغاله، لقيتها مش شغاله اهو. من جوه لبره، وابداي افردي كده، لا ترق قوي ولا تخني قوي. خلي العجينه كده متوسطه، يعني خلي سمك الرغيف بتاعك متوسط، لا هو تخين قوي ولا هو رقيق قوي. وبعد كده تاخدوه بالطبق الجميل بتاعك كده، وروحي على طاسه على النار، سخني الطاسه قوي، وابداي كده اقلبيه على الطاسه بتاعتك زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. طريقه التسويه بقى ان هو ينزل على نار عاليه جدا. انا كنت شغاله بطاستين، فهم خدوا معايا كده يعني واحد هنا وواحد هنا، وهم 8 خدوا معايا 4 مرات كده. بس ما هو بياخدوش وقت برضو كبير قوي، يعني كل واحده مثلا بتقعد على النار علشان فيها لحمه، واللحمه نيه مثلا 10 دقايق او اقل كمان من 10 دقايق. انا ما قدرتش احبس بالظبط، بس تقريبا 10 دقايق اما اتحمرت وخدت سواها، والعجين استوى، واتاكدت ان اللحمه جواها استوت وكانت تمام زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه في مش مهم ان هو ياخد وش في الاول، اهم حاجه عندي ان اللحمه تستوي كده. ان اللحمه استوت، اول ما تحط الرغيف يا دوبك يشمع، اقلبيه على الناحيه التانية وانت شغاله كده 5 دقيقتين هنا، تقلبي على الناحيه التانية وتسيبيه يستوي، وتكبسي كده بقلب البتاع اللي بايدي دي، مش عارفه اسمها ايه. تكبسي كده على الرغيف عشان ينزل بقى السمانه وشويه الدهنه اللي احنا حطيناهم مع اللحمه والحاجات الجميله دي كلها، والسمانه بقى بتاعه اللحمه، ويدي طعم اصلا لقلب العيش ذات نفسه، تكون طعمه حلو قوي قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده دقيقه، حتى لو هي ما خدتش لسه لون ولسه ما استوتش، وبقلبها على الناحيه التانية. طبعا الغطا بيساعد ان اللحمه تستوي من جوه اكتر، يعني انا كنت بغطي دي واغطي دي عشان اتاكد ان اللحمه من جوه مستويه وزي الفل. فهخلص كده بقى اول واحد كده اهو، شوفوا يعني 7 دقايق 10 دقايق، انا ما حسبتش قوي، بس انا عشان كنت عايزه اتاكد كميه اللحمه من جوه ما شاء الله كانت حلوه، وعشان عايزه اتاكد ان اللحمه مستويه من جوه، فسبته كده ياخد براحته براحته براحته. انا يحصل نصيب شوفوا جيت اوريكم الرغيف ومتلون لون حلو ازاي. اول ما ياخد اللون المناسب خرجيه من على الطاسه، وبقى وشيليه وحطيه وحطي غيره بقى، وهكذا. ممكن تشغلي طاستين 3 جنبك على حسب الكميه اللي معاكي، وممكن كمان تحطيه في الفرن. يعني حطي في الصينيه اللي هتحطها في الفرن زيت، مسحه زيت، وابداي قلبيه برده من هنا وهنا، وهو داخل الفرن مفيش اي مشكله، وهيتحمر معاكي ويديكي نفس النتيجه، وبتكون نتيجته حلوه جدا. العجينه طعم روعة، العجينة ممتازة، العجينة مش تخينة خالص ورقيقة، شكل اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط، والطعم كل حاجة. انا قعدت اقول هو مش معقول ده عجين ابدا بخميرة، العجينة دي مستحيل تكون محطوط فيها خميرة او تكون احنا لو حطينا في العجينة دي خميرة هتعمل هكذا، هتبقى زي العيش وتخة، وهيبقى عبارة عن عيش بلحمة، مش حواوشي ابدا، اسكندراني خفيف، طبقته خفيفة رقيق، طعمه مقرمش، طعمه ذات نفسه فيه طعم حلو جدا جدا جدا، زي اللي احنا متعودين نجيبه من بره. بجد طريقه روعه، وحاجه كده هديه مني ليكم، لانها طريقتها روعه روعه. الطريقه دي خلاص اعتمدت، وانا قاعده اقول ممكن اعمله ازاي، ممكن اعمله ازاي، كله كده من دماغي والله. مش من حاجه يعني، انا من دماغي كنت بقول هجرب، ولو طلعت حلوه كانت الطريقه هتنزل لكم. طبعا لو طلع مش حلو ما كانش هينزل لكم. بس انا جبت الحواوشي ده كم مره، وكنت باكل فيه واتفنن كده واقول العجينه دي ايه، عباره عن ايه، فيكي ايه. اما جبنا فيها ايه، وجبنا عباره عن ايه، جبناها كده من اساسها. طعم اللحمه حلو جدا، متوزعه كويس قوي زي ما انتم شايفين قدامكم كده. ودي العجينه، الرغيف شكله حلو، الرغيف اللي معمول بقجه. ممكن على فكره تعملي برضو منه مشروع، او تعمليه في مشروعك لو انت بتعملي اكلات بيتي،
طعم روعة روعة يا بنات، وعجينته ممتازة ممتازة ممتازة. حطيت بقى الكمية، انا ما بكون مطلعة حاجة حلوة العيال حواليا بيهبلوني، فانا حطيت الكمية. ده الرغيف بقى اللي احنا كنا تانيين اطرافه، الشكل مش الطف وتوزيع اللحمة مش احسن، فاعملي طريقة البوجة ده افضل ليكي. وما اقولكيش الطعم حكاية وطعم العيش حكاية، طعم اللحمة وتتبيلتها روعة 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 روعة. ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه، وتقولي ايه رايك في وصفه النهارده ورايك في عجينه النهارده. ولو انت بتعمليه بالطريقه دي، طبعا هو أنا مش مخترعه الطريقه ولا حاجه، انا كنت عايزه اعرف بس محدش قال لي الطريقه عامله ازاي، مش مخترعاها اكيد يعني. فانت لو بتعمليه كده اكتبي لي في التعليقات، او انت باسكندريه وكده وقولي احنا بعمله كده يا ام كريم. واشوفكم في فيديو جديد.